تيشيرت صيفي، قاعدة هادية، شعري منكوش ومش راضي يزق. ازيكم يا دبحين؟ رجعنا تاني بالسلسلة المفضلة بتاعتنا، هي سلسلة الحكاوي. سلسلة كده ايه، دردشة، اسئلة غريبة، اسئلة مهمة، اسئلة محرجة. فقبل ما نبدأ فكرة الفيديو ما تنساش تدوس لايك، واهم حاجة ما تنساش تشترك في القناة، والقناة التوينز الاساسية برضو علشان هي احلى قناه عندنا بصراحه، وقناه التوينز الكوميدي برضه عشان بننزل عليها سكتشات. في شويه اسئله جات لنا على الانستجرام فقلنا نرد عليها. ازاي قدرتوا تعيشوا لوحدكم بعيد عن اهلكم، وازاي هم وافقوا؟ رد فعلهم كان ايه؟ انا عندي في البيت بيعملوا لي الاكل شبه جاهز، حط في الميكروويف وسخن، ده من ناحيه الاكل. بس ايه اهم حاجه، ان انت ايه تيجي من البيت هناك بقى من عندنا احنا من القاهره تبقى مظبط الدنيا، واخد كده ايه 3 اطباق كبده اسكندراني، طبق سجق مدخن، يعني حاجه بتظبطنا يعني. كيسين بطاطس نص مقليه. استنى اليوم اللي بنزل فيه ارجع بسنين بشاميل يا رز معاهم. ده بقى ازاي قدرنا نعيش. لكن هم كان رد سوري كان لا ارادي. ماشي. ففكره ازاي قدرتوا تعيشوا لوحدكم، هو انا رحت لبابا قلت لبابا انا هاخد مكان لوحدي، انا عايز اعمل عظمه، عايز تبقى الفيديوهات جامده جدا. يعني السيت اب ده سيت اب في فيلا اصلا مفروشه. المهم يعني رحت لبابا قلت لبابا احنا عايزين ناخد مكان يبقى لينا عظمه لوحده. هل انت بتعرف تعمل نفسك اكل؟ لا. بتعرف تغسل نفسك؟ لا. روح اعمل لي كوبايه شاي؟ لا. تين على طول. احنا اصلا ما بنحبش نبعد عن اهلنا، بس فكره ان انت تعمل المحتوى اللي انت عاوزه. يعني احنا في البيت عندنا كنا ملتزمين بمواعيد البيت. يعني ابويا مش هيبقى طول اليوم في الشغل، لما يجي اقول له ايه خش جوه بصاخ. كل ده علشان نعمل المحتوى اللي نفسنا. قطعت انا جوه السنه عن التوينز ايفنت اللي كان زمان. التوينز ايفنت ده كان بيعمل اكبر حفلات في القاهره. موضوع التوينز ايفنت ده ابتدى ازاي؟ ان رامي كان عايز يعمل حفله، في واحد استفزه ان هو يعمل حفله. استفزه ايه؟ اللي هو جه على الخطيره، جه على الكرامه، على الكرامه الخطيره. طب والله لا اعمل حفله وتبقى احسن من حفلتك، فاهم؟ فهي كانت كده يعني. قعدنا نروج لها على النت وكده، واحنا فاهمين بقى في شويه الحبشتكنات دي. اما الشخص ده جه مكلم رامي قال له يبقى معاك شريك في الحفله. بعد ما هو رفض يدخلني الحفله كان معايا تذكره، كل ده علشان مش عارف ايه. المهم ما علينا، مش يعني فاكر يعني. هي حاجه تافهه. المهم ساعتها هو رامي قال له لا عملنا اول حفله، احنا متفقين مع المكان اللي هيشيل الحفله انها 500 فرد. يجي 500 لا، يجي 1000 لا، 2000 لا، 3000 لا، عدينا ال 3800 فرد وقفلنا الشارع كله. يعني قفلنا المدرسه، احنا كنا حاجزين نص المدرسه. جيت في نص اليوم بقول لها افتحي لي المكان. قلت له ده مكلف. قلت لها افتحي المكان مش عارف اودي الناس فين. الشارع كله بقى ده كان اسمه شارع الباسه في شبرا، يعني كله كان مليان. لما التوينز يحبوا يعملوا عظمه على الواقع استنوا بقى لحد العظمه اللي على النت. كل اليوتيوبر يعملوا فيديوهات كليب، التوينز ما يعملوش فيديو كليب، بس يعملوا حاجه اسمها عارف رامي بعد كام شهر استنوا الفيديو كليب. لا يعني انا هعمل حاجه مختلفه جدا. بس طبعا مش لازم اقول، لان احنا كذا مره نقول هي لما تجهز هنقول بجهزوا عشان القناه الاساسيه عليها كلام جامد قوي 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 قوي. قمنا عملنا الحفله الثانيه وعملنا الثالثه وعملنا الرابعه وعملنا الخمسه باظت، يعني ما كانتش ناجحه قوي. عملنا السته وصلنا لحد ال11 دي بقى اعتزلنا فيه. كنا اصلا بنعملها تمهيدا لل12 دي كانت حفله تبقى كبيره قوي على اساس ان ثروت وشرم وفرو. انت لا 12 بقى رقم 12 ده، ف 12 حفله كانها سنه مثلا. كانت حوارات كبيره قوي كده، واخدنا افضل منظمين حفلات والجو ده. كنا بنعمل حاجات كريتيف قوي والله. يعني كان ممكن مثلا دمجنا ما بين حاجه اسمها حفله وكرنفال، الاثنين في بعض. وان انت ازاي تجيب شخص من غير سوبر ستار ومن غير فقرات بس هيطلع متكيف مليون جدا. انا عارف لو هيطلع انا متكيف ناو بالظبط. فبطلنا يعني. موقف اثر فيك قوي كده يعني؟ او بص، لو جينا للموقف اللي اثر فيا قوي كان اول لما احنا خدنا الفيلا دي. فالمفروض ان احنا عندنا حارس ده بقى بيحرس الفيلا وبيعمل الجنينه، لان الجنينه دي محتاجه اهتمام، ميه ويقصها ويذبذبها، عارف انت، بس في الزرع بقى عندي. فالمهم اول لما جينا الفيلا هنا بيقول لي يا استاذ لو سمحت وحضرتك، وهو شخص كبير جدا، يعني هو شخص مثلا عنده حوالي 55 سنه. هو لما يقول لي يا استاذ، هو استاذ علشان انت شغال حارس وانا جيت اجرت، معلش في الكلمه، ولا انا ولا انت اصلا معانا حق الفيلا، ما تنفعش. حتى لو انا مثلا كان ربنا كرمني بقى وبتاع، مع ان دي صعبه فشخ يعني عشان بنحاول نجيب عربيه. بس يعني انا قصدي الفكره كلها ان حتى لو كان معايا الفيلا، انت ليه تقول لي يا استاذ وحضرتك؟ اللي هو ليه كبرها؟ لا ده انا قد ابنك. فاللي هو انت المفروض تقول لي يا ابني مثلا حبيبي. فالموقف ده زعلني قوي. يعني انا ما بحبش جو فرق الطبقات ده خالص، وانا ما فيش فرق بيني وبينه، بس هو مصر ان هو يبقى في فرق.
الكلمه ضايقتني قوي بقى، قعدت طول اليوم كده. اختلاف طبقي. ايوه اللي هو ايه، تقسيم ايه اجتماعي. يا رب بتدي للناس والناس لا. طبعا الكلام فرد بقى لحد ايه، طب انا ليه ما بقاش زي محمد رمضان؟ بتسلوا وقتكم ازاي في الفيلا غير المونتاج؟ لا بص انت فاهمه غلط. ما نزلناش البسين اصلا، يعني احنا مأجرين فيلا وما نزلناش البسين اللي هو ده عشان انت بس بتخاف من الميه الساقعه. احنا مثلا نيجي نسلي نفسنا ازاي؟ هي نادرا ما بنسلي نفسنا اصلا عشان بقى الدراسه تصوير. عندنا الشاشه هنا حوالي 75 او 80 بوصه اللي انتوا شفتوها في الفيديو بتاع الجوله في الفيلا دي، ده كان 50. دي اتغيرت بقى، جت واحده اكبر. جت واحده اكبر تمام، احنا اللي جايبينها برضه. هي جت كده فاهم. احنا من شويه بنحاول نسلي وقتنا، اتفرجنا على مسلسل بيكي بلندر اللي هو بتاع توماس شيلبي، فهو بيعمل بص كده. هو ده مواقف محرجة تاني او الاصابات بتاعتكم. ماشي ممكن نعمل فيديو مواقف محرجة تاني. استنوا الاسبوع الجاي جايلكوا شوية عن طفولاتي القذرة. الاصابة بلس 3 شهور، اي حد اقل من 3 شهور ما يتفرجش. السؤال اللي بعده بيقول لك ليه ما كملتوش الاستوديو اللي كنتوا بتعملوه في 2020 اللي كان شقة كبيرة؟ مبدئيا ما كانتش شقة كبيرة، هي كانت شقة صفصفة حوالي 90 متر، بس فكرة 90 متر تعمل فيهم محتوى دي حاجة جامدة جدا. انت متخيل ان انت مثلا معاك حوالي 3 اوض وريسبشن كبير، الشقة كلها بتاعتك مش بتصور في اوضة زي ما كنا بنصور. الاوضة دي عرفنا نطلع منها افكار حلوة جدا وعملنا لها تحديثات جامده جدا. تقريبا مفيش حاجه اتساب، السقف اتغير، الارض اتغير، السقف اتغير 4 مرات، الباب اتغير مرتين، العفش كله اللي فيها طار وجه مكانه عفش جديد، وركبنا مكاتب وليد واشكال خشب واشكال ثلاثيه احنا ليه بقى ما كملناش فيه؟ احنا الاول كنا عايزين نعمله بشكل، هم ما وافقوش على الشكل بتاعي، فبسبب ازمات ماليه اخترنا اما الاستوديو يكمل، يا اما تختار ان انت تكمل توضيب الاستوديو، يا اما تطور في العدسات والكاميرات. فانا عشان انا بحب التطوير وبحب ان انا اشتري عدسات وكاميرات جديده كده، لما جينا رجعنا بقى ان احنا نكمل الاستوديو لقينا اتسرق ازاي؟ طيب ما هو ما كانش كامل. ما هو بص انا هقول لكم الحته دي مبدئيا كده. الباب اتفلق نصين. مين اللي بيقول لك العين فلقت الحجر؟ هي فلقت الباب الخشب، مفيش حاجه جوه عشان تتفلق، مفيش حجر، هي فلقت الخشب مش العين بجد. ده واحد حرامي فلقه واللي هي الترومبه اللي هي المفتاح ده دق عليه حاجه اتكسر، فعرف يفتح الباب فدخل سرق السلم ده كان غالي جدا، وسرق كل الحاجات اللي هي كانت بتتمعجن بقى والنقاشه والجو ده. هو عمل ايه؟ هو دخل في اللوس اوف، شد السلوك منها كلها، السلوك النحاس والخراطيم. النحاس ده انتوا عارفين ان هو بيبقى غالي، يعني هو اللي بينور الشقه كلها. السلوك اللي بتبقى ماشي في السقف وفي الارض اللي تقريبا ما حدش بيشوفها عشان هي بتبقى في التاسيس وكده. هو بقى دي كانت في التاسيس فسهله، كانت فسحبها كلها وهيجي يبيعها تطلع له برقم، يعني برقم حلو جدا. ممكن يشتري منه موبايل نص يعني. فجينا كلمنا الكهربائي قال لك طيب بص هي كده هتحتاج شويه سلوك وعلب ومواسير. قال بس انت قفلت السقف، انا مش عارف ادخل مواسير منين وتطلع منين علشان اطلع لك الاسبوطات بتاعتك، فاحنا احتمال نكسر حتت من السقف عشان اعرف اشوف منها. فانت كده هتدفع للكهربائي اللي هو مصنعيه تاني وتسنق وتجيب سلوك تاني، تجيب فلوس تاني، وتجيب بتاع الجبس، بعدها تجيب بتاع المعجون، بعدها تجيب بتاع النقاشه، بعدها تقول ايه يلا بقى نكمل. اللي هو اصلا احنا الفلوس اللي معانا ما كانتش تكمل اي حاجه من الكلام ده. كنا ماشيين اي خطوه تاتا وربنا يسهل وبتاع، لان كل الفلوس بتروح في تطوير المحتوى وانا ايديا بتجري على شيل العدسات مش عارف ليه. في السؤال اللي بعده بيقول لك ايه الروتين اليومي؟ والله الروتين اليومي ده ممكن يتحكي فيه حاجات كتير، بس انا حكيته لك هيبقى ممل جدا، انت مش هتعرف تتخيله، حتى لو تخيلته مش هيوصل لك صح. فاحنا ممكن نعمل فيديو روتين يومي، مش نعمله على القناه الكبيره بس ممكن نعمله على القناه الثانيه. يعني ايه؟ قولوا لنا بقى نعمله ما نعملوش، يعني اكتبوا في الكومنتات عايزين نعمله، اكتبوا نعمله او كومنتات وانا هفهم. وانتوا كنتوا رافضين فكره انكم تاجروا فيلا، وقلتوا بدل ما ندفع ايجار غالي نجيب بدلها معدات. ايه اللي غير رايكم؟ احنا قلنا كده فعلا، فيديو حكاوي نزل هنا على القناه قبل كده. ليه بقى عملنا الخطوه دي؟ الفكره كلها ان انت قعدت تطور في الاوضه جامد قوي. الاوضه بقت استوديو، الاستوديو بقى جامد قوي، بس خلاص انت مهما كسر وجدد فيه هو كان حلو. فانت خلاص افكارك اللي ممكن تتعمل في اوضه لا انا يعني في دماغي افكار اكبر، انا في دماغي افكار يعني أحلى. مثلا انا لو عندي 10 افكار في منهم 4 عايزين جنينه وبسين ومكان واسع، فانا هعمل 6. يعني ما اعملش الا 4؟ يعني مثلا هقول لكم على حاجه، لقطه في فيديو العظمه، ودي خلينا بس نقولها كده سيكريت سر. بص لي بص لقطه في فيديو العظمه اللي هو دلوقتي بقى اسمه الساعه السحريه، احفظوا الاسم ده لان قريب كده. اللقطه دي علشان نروح نصورها في جنينه، سافرنا عشان نلاقي جنينه مفتوحه ونعرف نصور في كومباوند نضيف ومش عارف ايه. قعدنا تقريبا اكتر من 12 يوم عشان ناخد لقطه. لكن دلوقتي لو عايزين مثلا ناخد اللقطه، اطلع يا ابني على الجنينه نصورها. الموضوع هيتنجز بسرعه. فكره ان انت يبقى عندك حريه ان انت تصور. لما لقينا ان احنا بدانا مش عارفين نصور في البيت الفيديوهات اللي مثلا فيها صوت عالي او تكسير، وبابايا بيخاف على الجيران اكتر ما بيخاف على اولاد الجيران تسمع صوت نفسنا، لا وطي. فانا بقيت بعمل فيديوهات عارف، لا وطي، لا وطي، لا وطي، لا وطي، وطي. يومكم
ماشي ازاي كده اهو. تقولوا ايه ردة فعلكم لما كانت اتولدت، وهل كنتوا حابين يكون لكم اخت ولا لا؟ بصوا انا كنت حابب الموضوع ده جدا. انا مش عارف رامي كان حابب ولا لا، بس انا كنت حابه جدا. ليه؟ انا كنت فاكر ان هي دبدوب. هتشاركني في الحلويات وبتاع ساعتها يعني. انا كنت فاكر ان هي دبدوب، بس دبدوب بيتحرك يعني، اللي هو ايه، هيجيبوا لنا دبدوب، هي دبدوب هنقعد نلعب معاه ومش عارف ايه. يوم ما كانت اتولدت لقيت عامله كده. طول عمرها مطلعه لسانها. فاللي هو ايه الدبدوب الرخم ده؟ يخرب بيت رخامتك، دخلوه تاني. اخر سؤال معانا، احكي لنا هتعملوا ايه مع كاتي، هي هتعيش معاكم ولا لا؟ كاتي مش هينفع تعيش معانا عشان اعيش عيال صغيره معانا. شخبط على الكلام. بس كاتي تعيش معانا دي صعبه، لان هي عندها مدرسه وبتاع. اما احنا في جامعه، مواصله بس من عندي هنا توديني الجامعه، مواصله على السرير كده، فاهم؟ احنا لحد دلوقتي رحنا كام يوم في الجامعه يا ابني؟ احنا ما سجلناش المواد اصلا. بالظبط، واحنا في تاني اسبوع. عشان لا تعرف الاجتهاد سر النجاح. بامانه ده مش فشل يعني، مش فشل، لا عشان ما حدش يحسب ان احنا فاشلين. ده باقي يعني الدفعه اصلا ما سجلتش تسجيل ابتدائي اللي احنا عملناه، يعني احنا كده مجتهدين. اللي هو بكلم الكلية صاحبي كلها فاشله، بقول له انت عملت تسجيل نهائي؟ بيقول لي لا. انت عملت ابتدائي؟ بقول له عملت ابتدائي. قال لي ايه ده، هو المفروض اعمل ابتدائي امتى؟ بقول له يعني كانوا بيقولوا من اسبوعين كده، وفي غرامه وبتاع. قال لي طيب ماشي خلاص، كويس ان انت طمنتني. لما هو قال كده انا اطمنت على نفسي، اللي هو لو انا فاشل فده راح في 60 ده. احنا الحمد لله كلتنا كلها فشله، بس احنا من انجح الفشله بعون الله. وطبعا والله هنطلع للنجاح بعون الله. انا من انجح تحت. الفشل. انا هقرا كومنتات في الفيديو ده بالذات، اكتبوا لنا عايزين فيديو سلسله الحكاوي اللي جاي يكون عن ايه، ولو عايزين روتين اليوم والله اعملوا. مع اني ما بحبش ناس بتعمل روتين يوم، بس احنا نعمله على القناه الصغيره للناس اللي بتحب التفاصيل. نشوفكم الفيديو الجاي. سلام.